أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أنت مين. اليوم ضيفتي قدرت تخطف قلوب كتير من الناس من وراء صوتها الحلو، وكانت ببرنامج معروف كتير بالوطن العربي يلي هو The Voice Kids. بعتوا هيدي الغنية لشخص غيرلكن كل حياتكن وقولوا له وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. انا الوحيدة بس اللي ناطرة رمضان عشان تسمع هيدي الغنية. ويا حلا جلابي يا ضوء القمر شوف بكاسك اللي وبعتلي خبر. خلينا كلنا نستقبل معنا اليوم ليا قرص. هلو، هاي محمد. كيفك ليا؟ الحمد لله تمام، انت كيف؟ والله اول شيء تمام. رمضان كريم. احنا برمضان هلا. نحن برمضان طبعا. كيف رمضان معك؟ والله يعني شو بدي اقول لك، انا هذا الشهر دائما بنطره مناطره لكل شيء، خاصه لاغانيه. في كتير اغاني من الطفوله يعني بنسمعها بنطرها مناطره ليجي رمضان لاسمعه مثل شو ولاغنيها. مثلا؟ أي أغنية؟ يعني عندك مثلا، ما بعرف اذا بتعرفهم، بغنيهم احمد كعبور. رمضان السنه دي غير كل بسمعهم على تيك توك بيقطعوا قدامي. وفي هيدي تبعت انا ياما امي وعدتني حتى اتسحر، عرفتها؟ ما بعرف. هون في اشياء يعني يمكن مش على شكله ايامك. في فيديوز حتنزل هلا برمضان اللي كانت عم طبعا تغنيها يعني. في سلسله هلا عم تنزل حلو. عندي على تيك توك، اغاني رمضان. حلو كثير إيه؟ منيح. طبعا جاهزة لحلقتك اليوم؟ اكيد انا اللي جاهزه. يلا لكن خلينا نبلش بأول فقرة مع ليا يلي هي خبرني. ليا مين أنت؟ مين انا؟ خبرينا. قلت لها نخبركم مين ليا. اوكي، ليا شخص كتير بحب الغنى. من لما كان عمري 5 سنين كنت غني. عصغر. صغر، من صغر كتير. كان عمري 5 سنين. كنت دايما غني. اول شيء بلشت غني انجلش. رجعنا التقلنا شوي شوي، صرنا نكتشف انه والله كمان بالعربي صوتنا حلو. ومع مع الايام مع الوقت يعني كبرنا، اكتشفنا انه في بروجرام يلي هو ذا فويس كيدز. كنت دائما افكر انه والله هذا البروجرام يعني بس من خلف الشاشه، يعني بس هيك انه هو والله هيك روبوتس عم يصور. كنت صغيره. ف اجتني الفرصه وقدمت على البروجرام انقبلت. يعني بعدها باسبوع اتصلوا فيني، انقبلت كذا ما ادري شو. اكيد في كتير ستابس بس انا اختصرت لك اياها. اوكي من هون ابتدى المشوار. حلو. بعدني جاي بدي اسالك اصلا كيف بلشت رحلتك بالغنى؟ يعني هلا انت اكتشفتي موهبتك ولا حدا من اهلك؟ هلا انا يعني بحب الغنى كنت، بس أوكي. ما كنت اعرف، ما كنت فرق يعني انه صوتي حلو ولا صوتي مش حلو. بس الماما بتغني. حلو. بتغني هلا هي بأفواه العالم؟ لا اكيد أوكي. لا، بس انه موهبه، بمعنى موهبه. انه لاحظت في صوت، يعني نعرف بالغنى عائله فنيه فيكتوريا، فاكتشفوا في صوت حلو كذا، انه ليش ما بنطور هيدي الموهبه. ومع انه ما بكذب عليك، يعني اول شيء لما قلت لهم والله في ذا فويس كيدز في كذا، وخاصه الان انه تامر بالبروجرام، وانا الكل بيعرف اني بحب تامر. انت من قبل البروجرام تحبي تامر؟ من قبل طبعا. انا بقول لك عزاغه. انت ليه هلا قد ايه عمرك؟ انا هلا بشهر 6 بصير 20 سنه. 20 سنه. وكنت تسمعي لتامر لما كان عمرك 5 و4 سنين؟ كان عنده فيلم عمر وسلمى. صح. وفي اغاني بالفيلم بتعرف انت يعني. انا كنت كثير اسمعهم دائما وهيك احفظهم بعقلي ومزبوط. وعندك ماليش بعدك، هيدي الغنية الشهيرة. حلو. من وقتها يعني بحب الغنى وبحب تامر. وقلت لك قدمنا على ذا فويس، كانوا الاهل شوي اخذينا بمسخرة انتل برمولك. انتل طلعنا على المسرح وشافوا لا عن جد في شيء جدي هلا حلو عم بيصير. ذا فويس كيدز، شو كان شعورك هيك لما لجنة التحكيم برمت لإلك؟ شو حسيتي؟ شو حسيت هيدا شعور صراحة يعني فعلا بتذكره كل يوم. فعلا كل يوم بتذكره، لأنه لما نحن قدمنا قالوا لنا إنه هيدي تجربة ما حتنسوها. فعلا ما بتنتسى. شعور توتر على حماس، كل شيء ميكست فيلينجز يعني. شعور مخلوط ببعضه. فما صدقت يعني. انا شفت، كنت عم شوف ايديهم يعني على الكرسي وانه بدهم يبرموا، وما لقيت الا فجأة برموا بنفس الوقت تامر ونانسي. شعور صراحة رائع. حلو. رائع ما بينتسى.
والله. ليه اخترت تغني انجلش مرحله اداء التجارب؟ هلا فعليا انا ما اخترت غني انجلش، انا طرحت لهم لاداره البرنامج اني بغني بالانجلش وبالعربي، شرقي وغربي. أوكي. وهن صراحه بحكيها يعني انه هن اللي اختاروا لي اني انا غني مش إنجليش. انت بتطلعي بتختاري شو بدك تغني؟ في اشخاص ممكن هلا انا اخترت الغنيه الانجليش. انا أوكي. بحط لهم اقتراحات ليست اغاني وبنختار اخر شيء وحده منهم. بس انا حاولت اني غني عربي بالبروجرام، بس انه ما بعرف شو كان السبب صراحه. حابه لهلا حابه اعرف شو كان السبب. قالوا لي انه لا، انه انت غني انجليش. حلو. yeah. هلا انا حاسالك سؤال معروف جوابه، بس بدنا نعرف ليه. اوكي. مين اكثر فنان متاثره فيه وهو مصدر الهام لإلك؟ عم نحكي عن تامر أكيد. طبعا يعني هذا الجواب الكل العالم تعرفه اكيد. تامر من الفنانين الشباب يعني. حلو. تامر لانه شو بدي اقول لك، كل العالم تعرفه قديش متواضع. صح. انا فعلا اخذ الهامي منه من كل النواحي. حلو. تواضع، غنى، احساسه بالغنى، حتى انه التمثيل على شوي حصير فكر مثل لانه هيك مهضوم وكذا. وانا عندي هذا الشيء انه طرف منه انه بحب ممكن انه مثل شوي او شيء هيك كوميدي او كذا، عرفت علي؟ حلو. غير كل هيدا المواضيع تامر فعلا ما بحسسك انه والله هو فنان وانت والله فان له. مين ما كان يكون، مش بس عم بحكي عن حالي يعني. انا انت شاغله انت وياه؟ ايه، انا عملت حفله انا وياه، طلعت معه يعني، من غنيت اغنيه بال 2023 ب 8 جولاي، بعدني حافظيته للتاريخ ما بينتسى لان غنينا اطمن. صراحه كان شعور ما بينوصف، كان هيدا حلم بالنسبه لي. شو كان شعورك انت عم تغني مع تامر قدام كان في كثير ناس، كان كثير عالم في قدام؟ 15,000 انسان. شو كان الشعور؟ انا اول مره بحياتي حلم. ايه حلم. ما انا عم اقول لك، كنت اقول انا وصغيره، كنت اقول انا بس اكبر الا ماما، بس اكبر بدي غني مع تامر. كانت مسخره يعني. مش مع مين ما كان تامر. ايه تامر حسني. فكانت مسخره بالنسبه لي. قلت لي ايه وبياخدك تمثلي معه كمان. والله شكلك حتمثلي قريبا ما معه. بتعرف كله ممكن. ف يعني انا اول ما طلعت اول مره بحياتي ما بكون متوتره، بكون متحمسه يعني. انا ما مصدقه واقفه باك ستيج وما مصدقه اطلع، مش انه خايفه او كذا. حلو. بالعكس شعور ما بينوصف صراحه. طب ليك في شي غنية عم تحضري لها هلا قريبا ولا؟ لا طبعا اكيد ان شاء الله تحضري لشي؟ بالصيف بده يكون في غنيه. انت بدنا نشوفك هيك خلص عم تطحشي على عم تعملي كليبات وعم تصوري، حيصير هيدا تعملي الشيء، اغاني. حيصير هيدا الشيء. انا ليش تاخرت بهذا الموضوع؟ لانه اول شيء انا كثير بسمع اغاني، انه بيعرضوا علي ملحنين اغاني كذا، مش وبتحبي يعني تغني يعني بس تكوني فاتحه لايفات تيك توك هيك خلص طالعه عم تغني بس عم غني. هلا اوقات ممكن فوت مع رفقاتي انه نلعب هيك جولات. ممكن انا وياك مزبوط بنطلع انا ومحمد بالعاده. فبس انه هول مور يعني اكثر للتسليه ولانه رفقاتي وهيك بغني معهم وهيك. حلو. بالنسبه بالنسبه للاغاني كنت عم اقول لك انه دائما يعني بسمع يعني من ملحنين وهيك، بس مش الغنية التوب اللي بدي اياها تنزل كانه ليال. هلا انا عندي اغاني بس كنت اصغر، بتعرف انت عندك غنية؟ عندي غنية اسمها انت مين. هلا ما غنيت اياها، عندي غنية اسمها انت مين. اللي عم حاول اوصل لك اياه انه انا بدي الغنية تكون توب من كل النواحي، عشان انه هيدي اول غنية تكون 100%. يعني طالما الغنية بدك اياها توب يعني الكليب بده يكون 100% توب كمان. توب اكثر من توب 100%. شو النصيحة اللي اعطاك اياها تامر؟ تامر شو بدي اقول لك، هو هلا هن يعني نصايح هن نصايح بس يعني شو اكثر نصيحة هيك نصيحة تامر علقت بقلبك مثل ما بيقولوا، غرزت براسك؟ هي اكثر مش نصيحة انه والله انه كغنى، هي اكثر انه نصيحة انه ضلني مستمرة، انه تو نوت جيف اب، ضلني مستمرة لو شو ما صار. الواحد يتعب 100%. اللي تعبي بلاقي، اتعب بلاقي، وضلني بتواضعي لو قد ما عليت مثل ما هو ضل. اسعى يا عبد الاسعى وراه 100%. في حدا من الفنانين تحلمي تعملي معه ديو غير تامر؟ غير تامر اكيد غير تامر. انت ذكرتني بالمقابله مع هشام لما قال لي هيك، قلت له مع وائل كفوري، قال لي اي غنيه؟ قلت له لو حضنا غلطه. خلينا نغير شوي. نزلتيها انت على تيك توك. مزبوط. حدا في شخص ببالي مزبوط. هات لأقول لك مين. ادم
اغانيه كثير حلوه. شو رايك بالجيل هلا الاغاني اللي طالع جديد؟ يعني سيلاوي، شامي، اخرس، هول الستايلات اللي طالعين هلا. ليك صراحه بتفكري تغني هيك شيء ولا بتضلك هيك على اللبناني مثل ما بيغنوا الكبار؟ انا يعني هذا الستايل مش كتير الستايل اللي بحبه. هلا اغاني شامي انا صراحه بحبها، هي من اكثر الاغاني اللي ممكن اسمعها او حتى غنيها بلايفاتي. اغاني الشامي لا حلوين صحيح، في شوي بحس اوقات في تكرار باللحن او بالكلام. غني شيء للشامي. الخيال، انا الخيال شيء للشامي. ايه بنقول بات قلبي وده نسيت كل شي يا مالو قالوا ضاع وبلدان وش حد خدت انا غرامة رميتني للعدايا ما حكيت انا غرامة يا ماما وين. والله راحت صوتك انت حلوه، خلينا نزقف لها. ميرسي. زقف يا ايهاب، ما في مشكله، فيك تزقف. زقف يا ايهاب. زقف. اوكي. شي مره صار معك هيك مواقف محرجه على المسرح؟ ان كان بذا فويس ولا ان كان موقف محرج هيك حسيتي حالك حطيتي بموقف انه خلص لا ما بدي اكون بهالموقف؟ شو هو؟ صار معي موقف، كان عندي حفله بقطر. كنت انا جايبه كعب معين للفستان يلي انا لبسته. اوكي. واللي صار انه صار في دفو حلو للكعب، يعني بتعرف اختربت الدنيا. من الاشخاص من هونيك المانجرز اللي كانوا عم بيساعدوني هيك، في بنت انا كنت قريبه منها، عطتني كعب من كعوبتها. حلو. وطلع سوبر مش مريح، انا اوكي كنت عم حاول مضطره خلص. بدك تمشي، بدك تسلكي، وين في كل وقت. حتى انه بالعاده انا يعني بتحرك على المسرح، بالعاده بتحرك بعمل جو وكذا، بمشي بين العالم اذا قدرت، اذا كان في انا موجود عندي فيديو جمدت بأرضي خلص ما بقى فيني. قمت اخر شيء عم بختم بغنية مستنياك، كنت طرب وهيك عم بختم بمستنياك. شو بدي اقول لك، خلص حقوقع. حسيت انه بطلت حاسه، عن جد بطلت حاسه بحالي، يعني بجسمي كله من الوجع. لهالدرجه كان بوجع. شوف قديش نحن حياتنا صعبه البنات. حلو. حياتكم صعبه. شو بدي اقول لك، نزلت عن المسرح يعني بعدني ما ظهرت لبرا، قلت لهم بس وقفت بأرضي حد المسرح، جابوا لي كرسي وقعدت صرت طلع شو بها قمت انا وفيل اللي عم بفللوا لي يقولوا لي سلامتك انا مش فاهمانين شو فيه. انا بوقتها يعني يا ارض انشق وبلعيني على المنظر. خلصت وقعدت. قمت تبع الدربكه اللي كان قاعد، قلت له قوم قيمت وقعدت وحياة الله لهالدرجه. يا ويلي عليك. بعدك على تواصل مع كنتوا كتار بوقتها، كنتوا صغار اولاد وهيك، بعدك على تواصل مع حدا من ذا فويس كيدز الموسم الثاني تبعك؟ في اشخاص بعدني على تواصل مع مين؟ يعني في مثلا اشرقت بمصر، في اشرقت، في وفاء عماد، في كثير اشخاص، حتى في من لبنان اشخاص كمان. محضرة شيء غنية لرمضان تغنيها ولا بتغني من القصص اللي كل العالم بتعرفها؟ هلا انا عم اقول لك انا بنطر شهر رمضان ناطر عشان اسمع الاغاني المعروفه. حلو. يعني في عندك مثلا هاي علوا البيارة علوها وغنوا للعيد، ضو الشوارع خلوها تغني من جديد. علوا البيارة علوها وغنوا للعيد، ضو الشوارع خلوها تغني من جديد. ام احمد تروق بالها وابو احمد يرقص كرمال، والحجة زلغوطة توصل بعيد. ام محمد وينك يا ام محمد؟ كيف بدي اقول محمد ما زبطت معي. بسيطة. اوكي. هيك بنكون خلصنا فقرة خبرني مع عليا، وبننتقل معها للفقرة الثانية اللي هي لو خيروك. بفكرة لو خيروك حخيرك تعملي ألبوم مع 4 فنانين. او ماي جاد. بدك تختاري بيناتهم، حاعطيكي 16 اسم، بكل خانة في 4 اسماء، بدك تنقي واحد بيناتهم. اوكي. الله يستر. اوكي. يلا. عندك نانسي عجرم،
كارول سماحه، اليسا، وعبير نعمه. نانسي عجرم نانسي عجرم. طبعا. بحسك قريبه لستيلها بالاغاني. انا كثير بحبها لنانسي، ما في غنية ما بعرفها لنانسي صراحه. والله حلوه. انا كشاب انا بسمع لها صراحه لنانسي. هيدا الشاب اللي عن جد عنده ذوق. عندك بتاني خانه هيفا وهبه، مريم فارس، مايا دياب، روبي. فوهبة، مريم فارس، مايا دياب، روبي. او ماي جاد. هيك مين اكثر حدا بتحسي حالك تزبطوا اذا غنيتوا مثلا مع بعض؟ اكثر حدا هلا ما بحس صراحه، انا كثير بحب هيفا بس ما بحس انه بنلبق، بحس بختار روبي. روبي؟ روبي حلو. ما توقعت صراحه، توقعتك تختار يا مريم فارس يا مايا دياب. بختار روبي بحبها يعني. هلا بثالث خانه بضطر خيرها، شو بدي اعمل؟ عندك عمرو دياب، محمد حمائي، احمد سعد، تامر حسني. جواب معروف. تامر حسني. بس ما عملت غنية انت وياه، اعطيه مجال. بعمل معه البوم. بعمل معه البوم، بدي اغنيه اوريجينال كمان. حلو. باخر خانه عندك وائل كفوري، اوكي، وائل جسار، نجوى كرم، عاصي الحلاني. او ماي جاد. وائل جسار. وائل جسار. وائل جسار حلوين اغانينا وائل، كثير حلوين. غني شي لوائل. واذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجاني، انا يا حبيبي جرح الماضي وبعده عم يوجعني، انا يا حبيبي جرح الماضي وبعده عم يوجعني. مجروحه؟ لا غنية بس غنية. بس أنا غنية. شو ما كانت الغنية بعيشها، بفكروني عايشيتها. خلص يعني شو ما غنيت وشو ما نزلت خدوا منها. عم تقول لكم انا شو ما نزلت ما تاخذوا على شو بنزل. انا بحبها. مش ضروري تكون الغنية قصة عني، خاصة جرح وما جرح مش ضروري تكون عني. مقصودة. اوكي، ننتقل معك لاخر فقرة يلي هي كله وهم. ليه فكرت كله وهم؟ حكون حاسألك سؤال وهمي وبدك تجاوبيني بالوهم. حبيت. يعني يا جماعة السؤال منه حقيقي والجواب اللي حتجاوبه منه حقيقي، بس بدنا نشوف قد ايه فيها مثل ما بيقولوا تشطح بافكارها ليها. جاهزة؟ جاهزة، أنا اللي جاهزة. آخر فترة سمعنا إنه أنت وتامر بطلتوا على تواصل وصار في مشكلة بيناتكم، شو السبب؟ ليه؟ مزبوط. ليه؟ شو السبب؟ لأنه منه عم بيكون الفنان الداعم لإلي. ما عم يدعمك بقى؟ ما عم يدعمني بشي، لا بكلامه ولا بشي يعني، ولا غنية بغني له إياها ولا شيء. يعني خلص كنت تحبي تامر وهلأ بطلت. خف هيدا الشيء إذا فيك تقول أكتر. بغلط منه ما هي؟ طبعا الغلط منه. طبعا. طيب بس يكون عندك شغل أولادك مع مين بتخليهم؟ مع ماما. عند ستهم بالبيت؟ عند ستهم يعني بالبيت، وأنا يعني بروح بغني وبصور وبعمل وبفتح لايف هيك. وأمك بتدير بالها عليهم مثل ما لازم؟ لا. طب ليه بتخليهم صراحة عندها؟ لأنه مضطرة يعني، عند مين بدي أخليهم؟ عند مين؟ وين بقدر أحطهم يعني؟ طيب ما بتقول إنه أولادي أهم من الشغل وتتركي شغلك وتضلك حد أولادك؟ بصراحة عندي شغلي أنا يعني أهم شيء، يعني أهم من أي شيء بصراحة، أهم من أي حدا، من العائلة من الأولاد، أهم من أي حدا. يعني إذا بيقولك شغل ولا أولاد تختاري شغل؟ طبعا، لأنه خلص يعني الشغل مين الشيء اللي الواحد اللي بخليه مستمر بالحياة وشغله. طيب لما وقعت فيك الطيارة بنص البحر كيف قدرت، يعني أنت هلا قاعدة قدامي كيف زمطتي، كيف قدرتي تطلعي من الشيء اللي صار؟ بصراحة يعني حتى كان في شيء 200 شخص يمكن على نفس الطيارة كله إنه الله يرحمهم وأنت بقيتي عايشة. صراحة يعني بتعرف في معجزات بتصير يعني بالحياة، وهيدي إحدى المعجزات فيك تقول. أنا فعلا يعني لما صار الشيء أنا قلت إنه خلص، أنا ما توقعت 1% إنه أقدر أطلع ناجية. يعني سبحت منيح من
انا ليك اوريدي يعني اوريدي بحب السباحه وكنت اسبح كتير وهيك سو ما بحس كتير اثرت فيني، وعادي الواحد يعني ماكسيموم بيرتاح بفوت شوي على ظهره يعني عادي. اها. هيدي بتكون كانت فكرت كله وهم، كله وهم، بدناش حدا يصدق انه اوعى تصدق مين طياره مين غيري اللي صار وتيمو مزبوط. انت بتجنن ما فهمت. عم نغير جو بس بالحلقه لاكثر، اللي حبينا هيك نعيشكم جو الدراما مثل ما بيقولوا. دراما. شو حتى هيدي باول الفيديو خليهم ينقذوا. بدها تنقصكم، بنقصكم بدها تشوف اذا انتم عن جد بتحبوها وتخافوا عليها ولا لا. 100%. ليا شو رايك بالحلقه؟ صراحة كتير حلوة، كتير تسليت، أنا كتير بحب هالنوع من البروجرامات. حلو. بليز اعملوا لايك، ما بعرف وين عم بتشوفوا هلا الفيديو، وين ما كان على اليوتيوب حيكون عم يوتيوب، واذا نزلتوا مقاطع انستا تيك حيكون توك عم ينزل انستا وتيك توك. ايه اعملوا لايك. فنزيتك انا مأكد انه حياخذوا مقاطع ويحطوهم عندهم 100% وشيرز وهيك، ونقزون للعالم هيك شوي يعني. في شيء حطوا نصيحه بتحبي تنصحيها للعالم اللي عم تحضرك؟ نصيحة بشيء معين ولا ان جنرال؟ ان جنرال، انت كصبيه عمرك 20 سنه بدك تنصحي الصبايا بشكل عام، اوكي. شو بتحبي تنصحيهم؟ ما تخلي شيء يوقفك، ما تخلي ناس سلبيه بحياتك، لانه الناس السلبيه هن لو شو ما كنت عم بتحاولي تعملي تنجحي، شو ما كان الشيء اللي انت بتطمحي له، اذا في ناس سلبيه بحياتك ما حتقدري تعملي شيء. اي شيء سلبي بحياتك طلعيه، بتقدري تكملي، بتقدري تحققي اللي بدك اياه. و اصبروا، يعني قد ما كان الشيء مبين انه حيطول ليجيكم، اصبروا بس هيك. في غنية لإليسا اسمها كله وهم، بتعرفيها؟ اكيد. مرقي لك شيء هيك صغير. غيابك كله وهم وما في شي بيعني لي بلاك. ليه عم توصل لك انه بغيابك كله وهم، فتفضل تواصل معنا. ليك على اسم البرنامج انت مين؟ بذكرني بشي. واول غنية نزلتيها كانت انت مين؟ مزبوط. تغني لنا اياها هلا؟ انا اللي بغني لكم انت مين، هاي غنيتي المفضله على فكره. عن جد؟ اي والله. يلا انت مين؟ انت مين يا غالي، انت وحدك حبيبي، وانت جرحك نصيب، وانت هوايا وتعذيبي، بتألم انا بسكات من ماضينا العدى وفات، ورافض اشكي لك تاني واحكي لك عن احزاني. الله ميرسي. هيك بنكون اختتمنا حلقة اليوم من انت مين، وبنشوفكم بالحلقة الجاي. انطرونا على نار لانه بدها تكون نار.